تزداد قوة شائعات انتقال نيك ويليامز إلى برشلونة في الأسابيع الأخيرة. تأكيدات رئيس الدوري الإسباني خافيار تيباس ورئيس برشلونة خوان لابورتا تجعل الأمر يبدو أكثر واقعية، ولكن الآن فابريزيو رومانو أكد أن ويليامز هو الهدف الرئيسي للبلوغرانا. محادثات حقيقية جارية ومن الممكن أن يتم التوقيع معه قريبا. الصحفي ماتيو موريتو يقول أن برشلونة قد قدم لنيكو خطة كروية اقتصادية لضمه، ويمتلك ميزة على أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لأن اللاعب يفضل الانتقال إلى برشلونة. نيكو لديه شرط جزائي بقيمة 58 مليون يورو مع نادي أتلتيكو بلباو. هل سيتمكنون من إتمام هذه الصفقة؟ علينا الانتظار لنرى ماذا سيقع. ومن ناحية أخرى ذكرت صحيفة آسا الإسبانية أن إصابة فرانكي ديونغ ليست خطيرة كما تردد الشائحات، وسيعود للتدريب مع الفريق قريبا، وسنرى كيف يتطور وضع كاحل لمعرفة موعد عودته للعب. غدا تقام معركة كروية حاسمة على أرض ملعب برلين. إسبانيا حاملة لقب اليورو 3 مرات تسعى لإضافة نجمة رابعة على صدرها، بينما تحاول إنجلترا كسر نحس 60 عاما من دون لقب. ولكن هذا ليس كل شيء. يختتم موسم كرة القدم المثير بنهائي حارق بين الأرجنتين وكولومبيا، حيث يسعى التانغو لإكمال مسيرة انتصاره وتحقيق لقب ثاني تواليا، بينما تراهن كولومبيا على قوتها الهجومية لحصد لقبها القاري الثاني. لامين يامال الجوهرة الجديدة في برشلونة طلب مواجهة ليونيل ميسي في مباراة نهائية. في مقابلة لراديو راك أكد لاعب برشلونة الشاب رغبته في مواجهة ميسي في المباراة التي تجمع بين أبطال اليورو وكوبا أمريكا. وقال لامين: أخبرت والدتي عندما بدأت لعب كرة القدم أنني أريد اللعب مع ميسي أو ضده. إذا فاز هو وفزت أنا سنلعب النهائي الذي أتمنى مواجهته فيه. لامين يامال بلغ الآن 17 عاما وأجرى مقابلة مع صحيفة ماركا حيث تحدث عن العديد من الأمور. سئل مرة أخرى عن كيفية تعامله مع المقارنات مع ميسي فأجاب: في النهاية أنا أحاول دائما أن أكون نفسي، أريد أن يتعرف الناس علي بصفة لامين يامال، وفي النهاية المقارنة مع أفضل لاعب في التاريخ لن تساعدك لأنك لن تصل إليه أبدا. أحاول أن أكون نفسي وأن يتعرف الناس علي بصفة لامين يامال، وهذا كل شيء. كما تحدث عن اللاعبين الذين طلبوا قميصه في مباريات هذه البطولة الأوروبية، وقال: طلب مني مبابي قميصي بعد المباراة في غرف الملابس، وطلبه مني كييزا أيضا من إيطاليا، ولا أعرف، لم أسأل أكثر، هذا ما يخبرني به الزملاء فأنا أعطيه لهم وأبدله. هذا الأحد تلعب المباريات النهائية لليورو، وأعلن لاعب الوسط الإنجليزي ديكلان رايس عن أهمية المباراة بالنسبة لإسبانيا، وقال: إنه لحظة حاسمة في تاريخنا، لم أرى مجموعة بهذا القدر من التحفيز والرغبة في أن يكون أبطالا. يمكن رؤية ذلك في التدريبات ويظهر ذلك عندما نتحدث مع بعضنا البعض. صحيفة ذا صن ذكرت أنه من المتوقع عدم وجود تغييرات في التشكيلة الأساسية لإسبانيا، حيث سيبدأ الساوثغيت بنفس اللاعبين الذين بدأوا مباراة نصف النهائي ضد هولندا. نرى أن الأجواء بين المنتخبين المتنافسين في النهائي هادئة للغاية، لدرجة أن الصحافة الاسكتلندية قررت تأجيج الأمور، حيث نشرت صحيفة ذا ناشيونال دعوة للانتقام ضد إسبانيا بعنوان: نملأ شواطئهم كل صيف، يشربون كل بيراتهم، يلوثون ساحاتهم، يأكلون الإفطار المقلي طوال اليوم بدلا من طعامهم الرائع، يتقاعدون في مدنهم ويستغلون خدماتهم العامة. تاريخ المواجهات بين إسبانيا وإنجلترا في جميع المسابقات يشير إلى 10 انتصارات لإسبانيا و3 تعادلات و14 انتصارا لإنجلترا. ماذا تعتقدون سيحدث في مباراة الأحد؟ شاركونا آراءكم في خانة التعليقات. يريد نادي النصر تجديد عقد كريستيانو رونالدو، حيث يمكن أن يستمر في مسيرته في السعودية للوصول إلى كأس العالم المقبل. يمتد عقده حتى يونيو 2025، ولكن النادي يريد أن يبقى لعام آخر مع زيادة في الراتب. من المتوقع أن تبدأ المحادثات هذا الصيف. عدة مصادر في إنجلترا ذكرت أن السعوديين يعتبرون بقاء رونالدو مهما للغاية، حيث يتفاوض الدوري السعودي للمحترفين على اتفاقية حقوق تلفزيونية جديدة تبدأ في عام 2025. وصوله جلب جمهورا دوليا كبيرا، وللدوري سيكون من المهم أن يبقى على الأقل لعام آخر.
بالحديث عن هذا الموضوع أجرى أنخيل دي ماريا مقابلة مع صحيفة ليكيب، حيث طلب منه الاختيار بين ميسي ورونالدو، فأجاب: الأفضل هو الذي يمتلك أكبر عدد من الكرات الذهبية، وميسي لديه 8، لذلك بالنسبة لي هناك فارق كبير بينه وبين كريستيانو. وما رأيكم أنتم؟ هل توافقون أنخيل دي ماريا الرأي؟ شاركونا آراءكم ونراكم في الفيديو القادم.